برشلونة يضغط، برشلونة يدوع، برشلونة يضيق الخناق على أوساسونا، لكن الهدف الثاني ما زال يرفض المجيء. هنا داخل منطقة الجزاء، وهنا تشافي يعيد الكرة للوراء، ترجع إلى بيكيه، رأسية ممتازة. ميسي بالرأس، ميسي بالرأس يسجل، لم يسجل بالقدم، سجل بالرأس، وهذا أحد الأهداف النادرة، وكما قلت هي مباراة النوادر هذه الأمسية. الهدف الثالث جاء أخيرا في الدقيقة 73 وبرأس ميسي، برأس ميسي. انتبهوا جيدا، كرة مرفوعة ميسي يصعد إليها برأسه، ولذلك لاحظوا الضحك على وجوه اللاعبين. قلت مؤخرا ان ميسي لم يعد يضحك كثيرا بسبب هم المنتخب الارجنتيني على اكتافه، لكنه يضحك هنا. قادم منذ 48 ساعة من الارجنتين وياتي بالهدف الثالث بالراس. هذه حال نادر. لاحظوا الذي جاء اندفع من الخلف، اندفع من الخلف، جاء من بعيد ولعب الكرة برأسه، قفز اليها ووضعها برأسه عن يمين الحارس، واحرز الهدف الثالث لبرشلونة برأسه. لا أدري، ثالث هدف لميسي بالرأس أعتقد، يعني كان قد سجل ما أذكر ذلك الهدف الرأسي على لاحظوا